محتارة تعملي أكل إيه وعايزة حاجة سهلة وسريعة؟ تعالى أقولك بشوية دقيق هتعملي غدا أو عشاء سهل وسريع جدا من غير فرن وبأي حشوة عندك هتعمليه. هنعمل النهاردة فطاير الإنقاذ، وأنا سميتها الإنقاذ ليه؟ علشان هي فعلا هتنقذك في أي وقت انت جعانة فيه، هتقومي تعمليها على طول بأي حشوة بقى تعمليها. أنا حشيتها النهاردة لحمة مفرومة، وهقولك على أفكار كتير جدا للحشوات في الفيديو. وقبل ما نبدأ في الوصفة، لو كنت مش مشتركة في القناة اشتركي وفعلي الجرس واعملوا لايك لو عجبكم الفيديو، ويلا نسمي بسم الله ونبدأ في المقادير. وعشان نعمل فطاير الانقاذ اللي احنا عملناها الخطيره ديت اللي هتنقذك في اي وقت، اول حاجه كده محتاجاها نص كيلو من الدقيق، وطبعا الكميه اللي انت عايزاها تقدري ان انت تعمليها، تقدري تضاعفي الكميه على حسب عدد افراد اسرتك. فانا استخدمت نص كيلو من الدقيق، ربع معلقه من الملح ومعلقه من السكر، قلبتهم كده كويس جدا مع الدقيق لحد كده ما توزع كله كده في الدقيق. وبعد كده بنزل عليهم بالميه، والميه تدريجيا تدريجيا لحد لما الاقي العجينه بقت متماسكه. هحط كمان معلقه بس من الخل، والميه هي خدت حوالي، او السوائل يعني خدت مني كوبايه ونص من الميه، كوبايه ونص. ولكن اهم حاجه ان انتوا تضيفيها بالتدريج زي ما اتعودنا في كل فيديوهاتنا، علشان ما نضطرش ان احنا نزود دقيق تاني لو عجينه سالت مننا. فزودي بالتدريج كده لحد لما تحصلي على القوام اللي انا هوريهولك دوت. احنا مش عايزينها بتلزق قوي ومش عايزينها طريه قوي، عايزينها عجينه متماسكه زي عجينه الفطير كده بالظبط. فبدأت ان انا كده اعجنها وازود في الميه شويه بشويه لحد لما تديني القوام ده. شايفين انا كده خلاص وقفت ميه، هي خدت مني كوبايه ونص بالظبط على النص كيلو من الدقيق. وبدأت ان انا اعجنها كده كويس جدا جدا لحد لما تبقى العجينة معايا ناعمة جدا. طبعا عشان اعجنها اسهل واسرع بحب ان انا اعجنها على الرخامة، فبحط شوية من الدقيق على الرخامة، وبعد كده بشيل العجينة وببدأ ان انا اعجنها كويس قوي. في البداية كده هتلاحظي ان العجينة كده مشققة ومفتفتة كده، ده كده ان هي عايزة عجن. اول ما اعجنها كده مدة لا تقل عن 5 دقايق هتبدأ معايا تنعم وتتلم وتبقى متماسكة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عجنتها كويس، وبعد ما عجنتها كانت بالشكل ده، اجيب بقى البوله وابدا ان انا احطها في البوله وارش شويه من الدقيق من فوق شويه من تحت، واغطيها بكيس واسيبها ترتاح 10 دقايق. 10 دقايق بس، يعني احنا مش حاطين ولا خميره ولا اي مواد رافعه، فمش محتاجينها ان هي تخمر، احنا بس عايزينها ترتاح علشان تساعدني في الفرد. ممكن تشتغلي بيها على طول، ولكن يعني 5 دقايق 10 دقايق علشان تسهل عليك الفرد مش اكتر. بعد كده ما ارتاحت، ده كده بقى شكلها. ببدأ ان انا افردها على شكل مستطيل، ولا عايزاها تخينة قوي السمك ولا تخين قوي ولا رفيع قوي، يعني سمك وسط لان احنا لسه هنعمل لها طبقات. فببدأ ان انا افردها كده بالشكل ده، وزي ما انتم شايفين اتفردت معايا بكل سهولة. ليه؟ علشان ان احنا فردناها وريحناها كويس جدا. بعد ما فردتها بالشكل ده بجيب ربع كوبايه من الزبده، اللي هو حوالي معلقتين 3 من الزبده. مش عندك زبده تقدري ان انت تستخدمي سمنه، تقدري تستخدمي سمنه على زبده المتوفر عندك، ولكن الزبده طبعا بتورقها وبتخليها تحفه جدا. ببدا كده ان انا اوزعها طبقه كده من الزبده على العجينه، وبعد كده ببدا ان انا اتنيها النص، وبعد كده النص التاني بتنيها عليه كانك بتطبقي كده المنديل بالشكل ده. وبعد كده مطبقها بحط برضو على الجنب التاني شوية كده من الزبدة، حاجة خفيفة جدا يعني مش كتير، ما نكترش علشان ما تبقاش دسمة في الاخر. وابدأ ان انا اقفلها على بعض زي المنديل كده، وبسيبها ترتاح في طبق برضو 10 دقايق 5 دقايق. يعني احنا زي ما قلت لكم مش عايزينها تخمر ولا فيها اي خميرة ولا اي حاجة، احنا بس عايزينها ترتاح عشان تبقى سهلة معانا في الفرد. فخلاص سبتها بس يا دوبك 10 دقايق بس ترتاح. يعني هي ممكن كده على بعضيها كده الوصفة كلها منكم ما تاخدش منكم يعني نص ساعة وتكون جاهزة معاكم وتبقى زي الفل. ريحتها كده خلاص، وبدأت ان انا احط على الرخامة بقى هفردها في الخطوة دي بالزيت. بدأت ان انا احط شوية من الزيت، وبدأت ان انا افردها العجينة بتاعتي برضو مش عايزاها سمك رفيع، هي دي كده اخر فردة. ببدأ ان انا كده افردها بحوالي كده نص سنتي، وبسيب يعني ولا تكون تخينة قوي ولا رفيعة قوي، لان ديت ايه علشان الطبقات تبقى ظاهرة معانا ومورقة كده وكريسبي وخطيرة. وهو كده بعد كده ما فردتها كده على شكل مستطيل بقدر الامكان عشان التقطيع معايا تطلع مظبوطه. ببدا ان انا اقطعها بقى مربعات على قد على قد الفطاير اللي انا حباها. يعني انا نص كيلو من دي طلع لي 10 فطاير، الحجم اللي انتوا شفتوه حجم حلو وكبير، والنص كيلو هيطلعوا منك 10
فطاير. بدأت بقى ايه الحشوة اللي انت عايزاها. انا هنا كان متوفر عندي حشوة لحمة مفرومة عادية جدا متعصجة، تقدري بقى تحشيها جبن عندك في التلاجة، تقدري تحشيها فراخ، تقدري تحشيها حشوة سبانخ بالفراخ. اي حشوة انت متاحة عندك في التلاجة تقدري ان انت تحطيها فيها، ايا كانت الحشوة انت عايزاها ايه. هي يعني بتقبل كل حاجة وفي كل الاطعمة بتطلع معاكي ممتازة. العجينة اصلا غنية بالزبدة وجميلة جدا، سواء انت عملتيها بالسمنة برضه هتطلع معاكي تحفة. فببدأ ان انا اخد كده القطعة كده اللي احنا قطعناها، وببدأ ان انا افردها كده على ايدي وبحط فيها الحشوة كده، وببدأ ان انا اقفل على الحشوة كويس جدا جدا جدا. اهم حاجة ان انت تقفلي على الحشوة كويس علشان ما تفتحش مننا واحنا بنسويها. باعمل بقى كده كل الكمية، وأثناء بقى ما باخلّص ما بين واحدة والتانية طبعًا باغطّيها علشان ما تنشفش معانا. بعد ما باخلّصهم كلّهم كده بابدأ أجيب كده أول واحدة أنا عملتها، وبابدأ إن أنا أجيب الطاسة وباحط فيها شوية من الزيت أو شوية من السمنة. أنا حطيت زيت مع زبدة في الطاسة وسخنت معايا الطاسة، وبدأت إن أنا آخد أول واحدة عملتها وبابطّطها بس تبطيطة خفيفة. أنا مش عايزاها تبقى رفيعة خالص، عايزاها برضه إيه تبقى يعني سميكة كده والطبقات تظهر معايا. فبدأت إن أنا كده بس أبطّطها تبطيطة خفيفة جدًا وباحطها في الصينية. الصينية معايا تكون سخنة، وكمان حاطين فيها شوية بس من الزبدة والزيت، وبابدأ إن أنا أحط فيها الفطاير زي ما أنتم شايفين كده. أول كده ما أحس إن هي احمرت من تحت بابدأ إن أنا أقلبها علشان تساعدني إن هي تستوي من الجنبين وتورق معايا، يعني الطبقات اللي فيها تستوي وأتأكد إن هي استوت. فأبدأ إن أنا أقلبها كل شوية كده علشان أتأكد إن الناحيتين استووا معايا تمام جدًا جدًا. بعد كده ما بتاخد اللون الدهبي الجميل اللي انتوا شايفينه دوت باطلعها بقى في الطبق، وبتبقى كده كريسبي من بره وطريه ومورقه جدا من جوه، وطبعا هتشوفوها اثناء ما انا بقطعها. ببدا بقى احط بقى الطاسه اللي بعد كده بحط برده شويه من الزيت او شويه من السمنه او شويه من الزبده اللي متوفر عندك، اي ماده دهنيه متوفره عندك. وابدا برده بفرد ببطط بس الفطاير معايا تبطيطه خفيفه كده زي القرص كده بالظبط، وببدا ان انا احطها في الطاسه. انا هنا دهنت كمان الوش من فوق بالزبده علشان كده تديني لون جميل. وبسوي بقى كل الكمية بنفس الطريقة ديت، واتأكد ان هي استوت معايا. نار تكون متوسطة عشان تبقى الطبقات كلها مستوية وجميلة. وده كده شكلها بعد ما خلصت كل الكمية. طبعا طالعة معايا تحفة جدا ومورقة، وفي نفس الوقت كريسبي من بره وطرية ومورقة من جوه. بجد وصفة منقذة جدا وفطاير منقذة جدا. اعمليها وجربيها سواء على الغدا او العشاء، حاجة في منتهى الجمال. لو عجبتكم الوصفة متنسوناش في اللايك والشير وسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وصفة جديدة. باي باي.